هو الصراحه باش منين عرفت انه الام ديالي غتبرع عليا في الاول ما كنت مغوفيزي هذيك، كنت مانع هذيك القضيه، ما كنتش باغيها، حيت كنت كنشوف من الاحسن واحد اخر زعما يكون شي كادافر ولا شي واحد اللي هو ديجا مات اللي هو يتبرع بالاعضاء. وكنا كنقلبوا على هادشي، ملي جينا نشوفوا لقينا انه الدوسي طويل بزاف وانه نسابه المستحيلات. كاين ناس اللي 15 عام 17 عام حاطين الدوسي مازال ما وصلش نوبتهم. دونك ديك الساعات بحال قلتي استسلمنا للامر الواقع وقلنا صافي راه الام ديالنا هي اللي خصها تعطي. درنا ديال التحاليل من بعد وداك الشيء ديال البابا وماما، وصراحه كانوا بجوجهم يقدروا يعطوني. ولكن منين شفنا هي مسكينه قالت لك لا صافي انت ولدي انا نعطيك. دونك في الاول جاتنا صعيبه، جاتنا قاصحه بزاف صراحه. مي من بعد هي مسكينه اللي تبرعت عليا، كنا خايفين بجوج لدرجه انه قبل الليله ديال العمليه كنا كنضحكوا بجوج. كنا في لي سيرفيس ديال المستشفى الجامعي بن رشد، وكنا في واحد لا شومبر، كانوا كيعزلونا كل واحد شومبر بوحدو. دونك مشينا تجمعنا ديك الساعات في شومبر وحده ودرنا لحظه الوداع. فهمتي ديك الساعه فاش بدينا كنضحكوا، كانت عندي واحد لاطاب ديال البارتيسي وبقينا كنلعبوا انا وياه بالليل وكلينا وداك الشيء. صافي نعسنا، من نعسنا ما فقنا حتى لقينا راسنا في البلوك. دونك نعسنا الصباح ومشينا صافي الحمد لله داز داك الشيء كامل مزيان. ودابا راه حنا عايشين مزيانين الحمد لله. صراحه التبرع ديال الام من المستوى العاطفي كان قاصح بزاف لواحد الدرجه لا يمكن، لانه ملي قالوا لي انا يمكن تعطيك امك قبل منها بواحد 10 ايام ما كنتش كنعاس، كنت نمشي نجلس راسي جيت البحر. دونك بحال مابقيت انا قلت مع راسي مابقيتش كاع بغيت هادشي كاع ديال الزرع ولا شي حاجه، صافي بغيت نعيش بحال الناس ونمشي. واخا حنا عارفين بلي ديك ليمودياليز ولا تصفيه الدم راه بنادم ما كيفوتش. انا صحابي كلهم اللي كنعرفهم معايا سواء كبار سواء صغار اللي كان ما كيفوش 8 شهور حتى عام ونص ماكسيموم عامين كاع يقدرك صافي تمشى الله يعاون. فهمتي دونك انا فاش كنت كنفكر بزاف خفت عليها هي، ما خفتش عليا انا، خفت عليها هي مسكينه عطاتني غتقدر تموت ولا شي حاجه. دونك والمستوى العاطفي كان صعيب بزاف لدرجه انه كنت كنشوفها كيدمعوا عينيا وما كنحاولش نوصل لها هي داك الشيء. وحتى هي مسكينه فاش كنت مريض ديك الساعه الهيمودياليز كانت كتبكي كل نهار. دونك قالت لي الحل اللي كاين ولدي هو انني نتبرع عليك، واستقبلنا هذاك الشيء بفارغ الصبر. واخا في الاول كان صعيب والحمد لله داز كلشي مزيان. واللي زاد خلانا اننا نعطيو، لحقاش في الاول كنا كنفكروا اننا الزرع نديروه في فرنسا. دونك كنا بدينا اجراءات اننا نمشيو نديروا عمليه الزرع في فرنسا، مي حيت كنا كنعرفوا هنا في المغرب ما كدارش كاع، كدار غير في المستشفى الجامعي بن رشد. وحنا ملي مشينا الحمد لله عرفنا الطاقم الطبي ديال المستشفى الجامعي بن رشد، سيرتو النيفرولوجي اللي هو الطب الكلي اللي كاين عليه المدير ديال المستشفى الجامعي اللي هو الاستاذ بن غانم، والاساتذه اللي كاينين كاملين الاستاذ خياط الاستاذ زامط الاستاذ متيوي الاستاذ غيزلان المذكوري، والطاقم الطبي كامل واللي كان قريب ليا بزاف منهم هو الدكتوره نجوى مقدام. قربوني بزاف لهذا الشيء وقالوا لي ودي راه ما عندك مناش خاف. ومنين شفتهم في الاول كنت خايف ولكن من بعد طمأنت، حيت وليت كنشوفهم الاساتذه كاخوتي الكبار كاملين. وسيرتو الاستاذه مذكوري كنت كنحسبها بحال الام ديالي، لان هي كانت متبعه القضيه ديالي في المستشفى الجامعي بن رشد. ولا الدكتوره نجوى مقدام كنت كنحسبها بحال الاخت ديالي. دونك انا فيما كنت كنجي فيزيت لهذاك المستشفى كنت كنحسب راسي بحال جاي الصالون ديال دارنا، كنت كنجلس تما ونيتهم كنجلس كتجي عندي الاستاذه كيجي عندي الاطباء كلهم كيدويو معايا كيقولوا لي شنو خاصك. دونك وليت انا كنقول لهم في الاول كنت خايف، وليت كنقول لهم صافي انا بغيت ندير زعما هاد الكلوه هادي. سيرتو حتى ماما حتى هي كانت فرحانه بهذا الشيء. والحمد لله تيسرات الامور وداز كلشي مزيان عندنا. واخا هو كان كاينين صعوبات صراحه بزاف الناس المغاربه اللي التبرع بالكلي ما يقدرش اي واحد ياخذها في المغرب، لانه كاين واحد القانون في المغرب كيقول لك والديك هما اللي خصهم يعطيك. دونك ما يمكنش شي واحد اللي هو براني عليك، ما يمكنش والديك وخوتك، دونك شي واحد براني عليك ولا راجلك شي واحد براني عليك ما يمكنش يعطيك يتبرع عليك. دونك كاينين الناس اللي عندهم والديهم ولكن اللي عندهم خوتهم مرض، دونك كيبقاو مساكن كيديروا لي مودياليز كيفشلوا في الحياه. دونك هذه هي الصعوبه اللي كاينه بزاف. ولكن خاص ما كرهناش حنا من القانون المغربي ولا من وزاره العدل، لانه داكشي كيدوز في المحكمه باش يطبق قانون اللي انه اي واحد بغى يتبرع. حيت مثلا كالدول الاوروبيه ولا الامريكا مثلا، ملي شي واحد اي واحد مثلا انا صحتي مزيانه يمكن من حقي نمشي نتبرع لاي واحد بغى. دونك حنا ما كرهناش هذه تطبق في المغرب كامل، ونوعيو الثقافه ديالنا ولا وزاره الثقافه توعي لنا الشباب وتوعي لنا الناس كاملين المغاربه انه راه يمكن البلاد يتبرع ونعيشوا كلنا سواسيه، ما يكون لا مرض لا والو، يكون كلشي فرحان كلشي ضاحك. هادشي حنا اللي ما كرهناه صراحه. لحظات ديال قبل التبرع وبعد التبرع. قبل التبرع كانت صعيبه بزاف لانه كنت معيش
كنت مكرفس بزاف. كنت الصباح مثلا كنمشي مع 6 الصباح وانت الناس كلهم ناعسين في راسهم سخان، وانت كتخرج كتمشي للمدياليز ومعك والديك حتى هما كيمشيو معاك ما كينعسوش، وكيبقاو يتسناوك حتى ل 10 ديال الصباح حتى تسالي الحصه ديالك، وهما جالسين مساكن في الطوموبيل كيبكيو على برا وانت جالس لداخل كتعذب فهمتيني. وكاين التصفيه وكتقطع وكتخرج عيان وكتنعس. دونك كانت عندي 3 الحصص في السيمانه وكل حصه في 4 سوايع. كان العذاب المبين اللي كتقول صافي انا راه ما كرهتش غير نموت وما نتعذبش هذا العذاب. والحمد لله كنت ما كنخدم ما كندير والو. كنت كنعيش نهار واحد اللي هو نهار اللي ما عنديش الدياليز هو اللي كنت كنعيش فيه. نهار اللي عندي الدياليز ما كنتش كنعيش وكنت كنعس وديما الطونسيون طالعه، ديما الطونسيون عندي طالعه 18 19 كنشرب الدوايات كنشرب كلشي. ولكن الحمد لله من بعد زراعه الكيلي كيتبدل كلشي. من بعد الحمد لله من بعد زراعه الكيلي حققنا شحال من حاجه في الحياه ديالنا. هذه يلا عام هذه باش درنا الزراعه ولينا كشباب طموح ولينا قدوه للشباب ونتجنا كنحاولوا ننتجوا فيلم اللي كيدوي على مرض الكيلي وفيه ممثلين كبار في المغرب. وهذا الفيلم اللي كنحاول نوصلوا فكره للمغاربه كاملين انه اي واحد يمكن له يتبرع واي واحد يمكن له يعيش. وحنا عارفين بلي حنا المغاربه كاملين، حنا راه المغاربه في الشعوب كاملين وهادشي كل المغاربه كلهم عارفينه بلي كنبقاو في بعضياتنا. حنا المغاربه ملي كيشوفوا غير شي واحد عنده شي مشكل كلشي كيبقى فيه، كلشي كيمشي يجري جهته. علاش حنا ما يبقاش فينا حنا بعضياتنا ونتعاونوا مع بعضياتنا؟ دونك من بعد الزراعه وليت شاب عادي كنجري كنخدم وليت شاب طموح ماشي بحال قبل. وليت كنفيق مع 6 الصباح ما كنمشيش لي مودياليز كنمشي نخدم. هذا هو الفرق. كنمشي وانا فرحان ماشي ما كنمشي وانا معصب. والحمد لله هذا فضل الله. حياتي الان كنشوفها كانسان، لانني قبلت لم اكن ارى الحياه كانسان. قبل كنت كنحس براسي كانني سمحوا لي هذا المصطلح ولكن كنحس براسي كجيفه، لانه ما كتقدرش تتحرك ما كتقدر دير والو. دونك كتكون معذب بزاف كتكون مكرفاص كتكون كدير دو زوبيراسيون بزاف لحقاش ملي كتكون في ليمودياليز راه واخا هذيك الماكينه راه ما كتصفيش كلشي. دابا كنحس براسي الحمد لله عايش مزيان، لانه دابا كنحس براسي كانسان وكنضحك ونخرج مع صحابي. يمكن لي نسافر لانني سافرت بزاف ديال البلايص دابا من ورا الدياليز. والحمد لله من بعد عام قدرنا ان نديروا نجاح كبير اللي ما درناش في الوقت ديال 50 وحنا مراد ولا 4 سنين. والحمد لله حنا دابا كشباب وكشباب كلهم اللي دايرين بيا ولاو كيشوفونا ماشي كقدوه مي كشاب اللي تقاتل باش الحمد لله حقق واحد الحاجه لا صحيه كتكون مرتاح صحيا وذهنيا وكل شيء. الرساله اللي بغيت نوجهها للام ديالي لانني ما كنشوفهاش كأم ككل شيء صراحه، كنشوفها هي الجنه ديالي في الدنيا لانها عطاتنا حياه جديده. لانه كل ما كانت هي صراحه كنا اصلا ما نكونوش حنا في هذه الحياه، كنا ما نكونوش في هذه الحياه قبل ما تولدنا. عاد من بعد ما عطاتنا ما تبرعاتش بشي حاجه اللي هي ديالها. دونك حتى دابا ما كناش اصلا نكونوا في الحياه، كنا نكونوا متنا بسبب تصفيه الدم. دونك الام ديالي اللي هي واخا نقولوا اللي قلنا فيها راه ما يكفيش، لانه الام هي كل شيء. الام ديالي هي كل شيء ديالي في الدنيا. هي ماشي ام، هي راه صديقه ديالي وهي اختي وهي كل شيء ديالي. دونك وهي ديالي دونك هي مسكينه عتقاتني. واخا صراحه واخا كنقولوا هادشي كامل راه ما كنأديوش داكشي اللي خصنا نأديو من جهتهم هما الوالدين كلهم. مي صراحه وقفات معايا بزاف مسكينه ودابا باقا كتوقف معايا. سوا وقفات معنا بشي حاجه اللي هي ديالها اللي هي العضو ديالها وكتوقف معاك بلي سونتيمون ديالها وكل شيء. دونك الام ديالي هي اللي كنكون خارج كل ساعه ولا ساعه بدات تعيط: يوسف فينك؟ يوسف فيك لاباس؟ يوسف واش انت؟ يوسف واش شربتي الدواء؟ بعدنا دابا في بعد عمليه زراعه الكلي كيكون عندنا واحد التريتمون ديال الدواء. هذاك التريتمون كتبعو في 9 الصباح و 9 الليل، وعندك واحد كتبعو في 10 الصباح و 10 الليل اللي كيبقاو محافظين على المناعه ديالك انها باش ما تجريش على العضو الجديد في الذات. دونك انا 9 الصباح خصها تعيط لي مع تفيق القسمين تقول: يوسف شربتي الدواء؟ و 29 ديال الليل واش شربتي الدواء؟ دونك الحمد لله وليت كنشوفها ككل شيء. واللي ما نديروا اللي درنا على ولد والدينا راه ما كافيش. النصيحه اللي بغيت نقدم صراحه الناس اللي كيدوزوا من هذه التجارب انهم يسولوا على راسهم، يقلبوا على راسهم، يدوروا يسولوا، لحقاش اي حاجه عندها الحل. وكيف ما حنا الله خلقنا في الدنيا ما خلق اي حاجه فيها مشكل الا وفيها حل. دونك حنا كاملين يمكننا نقلبوا على الحلول. والحل ديال الناس كاملين اللي كيديروا التصفيه سيرتو الشباب والناس، سواء الشباب سواء الناس الكبار سواء كلشي دراري وبنات. دونك اكثر ديال الناس في المغرب ما عارفينش هذه القضيه بلي كاين التبرع بالكلي، سورتو الناس اللي كاين في الدواوير وفي اللي كاينين محسوبينش على المدينه. دونك راه كاين الحل. خاص الناس يمشيو للمستشفيات الجامعيه اللي كيكونوا قراب ليهم ويسولوا على التبرع بالكلي، لانه كاين الناس اللي ما عندوش ما يعطيه راه يمكن ليه يحط دوسي في المستشفى الجامعي وكاين اللي يتبرع عليه.
دونك حنا ما كرهناش صراحه المغاربه كاملين، ما كرهناش اصلا حتى واحد في المغرب ما يبقى يدير ليمودياليز. دونك وان شاء الله كاين حل، والدوله هي راه كتقبل على هذا الشيء هذا. غير هو خصنا صراحه خصنا نشوفوا الجمعيات والناس اللي باش يوقفوا على هذا الشيء هذا من الاخر، لانه ما كيهمش كون كان شي مرض كتشرب عليه الدواء ما كيهمش، ولكن المرض اللي كتبقى انت علاقه مع اون ماشين كتكون صعيبه بزاف، لانه كتكون انت ديك الساعات كتكون في علاقه مع الماكينه ديالك اللي كتكون معك ديما. وهذيك الماكينه واخا هكذا كنحاولوا نقولوا للناس كاملين بلي راه ما كتصفي والو ما كدير والو، هي راه غير كتعاونك باش انك دوز نهار بنهارو. دونك درتي الحصه اليوم راه كتعيش اليوم، غدا عاوتاني دير حصه راه كتعيش الغدا. دونك الا مشات حنا ما عرفناش الله يحفظ شي نهار يتقطع كاع الضو في المغرب ولا شي حاجه ولا مشى كلشي. دونك هذاك الشيء علاش نحاولوا نقول لكم الله يجازيكم بخير، قلبوا على راسكم وشوفوا كيفاش تلقوا الاعضاء، وانه هذا الشيء راه كاين واي حاجه عندها حل، وانه الدوله كتصادق على هذا الشيء. وتا الناس اللي كيخافوا من المستشفيات الجامعيه راه الاطباء والطاقم الطبي وكل شيء راه كيوقفوا مع المرضى وكيعاملوهم كخوتهم، وما كاينش هذاك الشيء ديال انا في الاول كنت خايف ان الاطباء انهم ما يتعاملوش معايا مزيان، وانهم راه دافعين كبير وهذاك الشيء واخا المستشفى الجامعي كتقول من احسن نمشي للكلينيك، ولكن لا العكس، راه انا داك الشيء اللي لقيته في المستشفى الجامعي بن رشد سيرتو 31 اللي هو ديال الطب الكيلي ما لقيتوش في حتى كلينيك هنايا اللي كلينيكات اللي مزيانين في المغرب.